المتابع المنسق الخ الخ الخ. يعني نتكلم يعني وانا دايما ببقى واضح جدا في او موضوعي. مجلس النواب طبعا يعني في ظل بعد الثورتين هو مجلس له تكوين خاص. مجلس مفيش حد ليه فضل عليه انه يكون في داخل البرلمان، كل جاي من خلال انتخابات نزيهه، وكل نائب جاي حاسس ان هو فضل الاول والاخر للشارع اللي جايبه. كان قدامه تحديات كبيره جدا. من هذه التحديات الدستور وضعه في مأزق انه يوافق خلال تقريبا 19 يوم على 340 قرار بقانون، ومنهم قوانين كانت مهمه جدا، وانتصر المجلس فيها ان هو رفض قانون الخدمه المدنيه كان بشكله اللي كان موجود، وكان في موافقات دوليه تم التصديق عليها. ايضا كان في تحدي اخر ان مجلس ياتي بدون لائحه داخليه. انشانا لجنه وبعد كده عملنا اللائحه الداخليه حوالي 338 او 37 ماده. طبعا في حالات جدل وفي حالات وفاق، لان احنا بنعمل اللائحه الداخليه للمجالس القادمه وليس للمجلس الحالي. ايضا المجلس في ظل يعني كان في اول فترته كان في حاله من نوع من الارتباك، وكل من النواب بيحاول يثبت ذاته، ففي انفراط في الانفعال، في عدم تكوين فكر المجموعه دي فين والمجموعه دي فين والمجموعه دي فين. في ناس كتيره جدا مش عارفين بعض. تكون المجلس خلاص، يعني بدأ المجلس يكون نفسه، مين في الوسط، مين في اليسار، مين في اليمين. التقارب الفكري موجود، في انهي تكتلات موجوده. دي من ضمن الايجابيات. ايضا المجلس اكتمل خريطه الطريق بانه بقى في مجلس، وبناء عليه طبعا جه كل الخمس رؤساء دول على مستوى العالم، منهم جلاله الملك سلمان، منهم ملك فرنسا، منهم رئيس فرنسا، منهم قبرص، رئيس دولة الصين. يعني جالك رؤساء دول كبار جدا في البرلمان. ايضا البرلمان الروسي، رئيس اتحاد البرلمان الدولي، رئيس البرلمان العربي، رئيس اتحاد البرلمان الافريقي. كل هذه المؤسسات العالمية او الدولية كانت حريصة ان تكون موجودة في التقينا ايضا بمعظم سفراء العالم في المجلس. ودي كانت رسائل بتوصل ان هناك في مجلس منتخب، هناك اكتمال لمؤسسة الدولة. كان طبعا في حالة من التشكيك ان ده انقلاب وده ما اعرفش ايه، لكن لما اكتمل المجلس خلاص يبقى في شكل. فانا بقول لحضرتك في كل هذه الايجابيات برضو في سلبيات موجودة. زي ايه؟ لا، ده في سلبيات. يعني نتكلم ان احنا برضو الحكومة لما البرنامج بتاعها كنا متوقعين يكون برنامج او يعني اقوى من ذلك، ولكن هو المشكله ان الحكومه قالت ان احنا عندنا يعني على قد لحافك مد رجليك زي ما قالوا. كنا بنطمح ان يكون البرنامج فيه يمكن احنا اتكلمنا مع دوله رئيس الوزراء قلنا له الموضوع مش فلوس بس، الموضوع ابداع وقوانين. لابد ان انت هذه القوانين اللي احنا ورثناها بقى لها النهارده 60 سنه، في بعض القوانين بتقول لك النهارده 11 مليم غرامه، ولا مش عارف 3 مش عارف قرش ومش عارف كام. ده القرش لا موجود ولا المليم غير موجود ولا الجنيه موجود. فاذا يعني في محتاجين ثوره تشريعيه بصراحه في المرحله القادمه. تحصيل الاصول بتاعت التعدين والتحجير وما الى ذلك دي مضحكه خالص.